السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم يا جماعة الخير مرة ثانية. من نعم الله علينا اللي ممكن نعدها لكن ما نقدر نحصيها، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنت ممكن تعدها لكنك ما تستطيع تحصيها. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا في السعودية من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يأتينا العلماء من كل مكان ومن كل حدب وصوب. درسنا في مراحل التعليم العام إخواننا من الدول العربية وخصوصا من مصر العريقة، مصر العزيزة على القلوب، ودرسنا أيضا من السودان الحبيب في التعليم العام، وكذلك في التعليم الجامعي من مصر والسودان. لما كنت في الجامعة معظم من درسوني في الجامعة هم دكاترة مصريين، وهم تاج على الرؤوس، ونفخر ونرفع رؤوسنا بهم. وكذلك كانوا يدرسنا مجموعة من الدكاترة السودانيين. أنا بذكر لكم قصة دكتور ما هو بس دكتور في مادته العلمية، لكنه دكتور في الأخلاق، دكتور في الأدب، دكتور في الذوق. علمنا الإنجليزي، اللغة الإنجليزية صحيح، لكنه غرس فينا مبادئ، غرس فينا قيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. في الجامعة، ولما تدرس في الجامعة والجامعيين منكم يعرفون كلامي، فيه متطلبات قبل التخصص، والمتطلبات هذه مطلوبة من جميع الطلاب في جميع التخصصات، لكن فيه طبعا مواد التخصص. من المتطلبات الجامعية طبعا كلكم تعرفون الثقافة الإسلامية، كذلك مثلا الأدب العربي، وأيضا منها مثلا القرآن الكريم، ومنها أيضا اللغة الإنجليزية. فكان فيه متطلب 101 لغة إنجليزية. ومن من حسن الحظ ومن التوفيق أنها أسندت للبروفيسور الأستاذ الدكتور عبد الوهاب. الأستاذ الدكتور عبد الوهاب لما تراه، أوصف لكم شكله: قصير ما هو بالطويل، ويعني عريض المنكبين قليلا، ومتوسط لون البشرة، يعني أسمر لكنه أسمر فاتح. أسند له تدريس اللغة الإنجليزية، حضرنا عنده بتنوعنا في اللغة الإنجليزية ضعفا وقوة، لكنه كان يعاملنا كمبتدئين، وكان يشرح بطريقة لذيذة جدا، ممتعة جدا. كنا ما ودنا أن المحاضرة تنتهي. وكان بعض الأحيان يدخل علينا في القاعة، كانت محاضرته من الساعة 1 الظهر حتى الساعة 3 العصر، فكان يدخل علينا وكانت القاعة مضاءة بالأنوار لكن لها يعني نوافذ. فكان الدكتور عبد الوهاب يطفئ الأنوار ويقول: ولا إن المبذرين كانوا من إخوان الشياطين، كانوا إخوان الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يا أبنائي، الغرفة مضاءة فلا تشعلون الإضاءة، ولا تسرفوا يا أبنائي يا أحبابي. شوفوا، لاحظوا القيمة اللي قاعد يغرسها. كان هو يشرح يكثر كثيرا من ضرب الأمثلة، وكان ينكت معنا ويعلق علينا، وممكن يمسك أحد الطلاب ويضرب المثل عليه باللغة الإنجليزية، ويكلم طالب ثاني وطالب ثالث. كانت محاضرته ساعتين من المتعة واللذة. خلاصة الكلام، اقتربنا من نهاية الفصل الدراسي، وكان بقي على نهاية الفصل الدراسي أسبوعين، وكنا أنهينا المقرر. فقال لنا الدكتور عبد الوهاب: يا أبنائي، الأسبوع القادم تحضرون في نفس وقت المحاضرة. فقلنا له: يا دكتور عبد الوهاب، إحنا أنهينا المقرر الله يحفظك، ونبغى نستفيد من الوقت في المذاكرة يعني. فقال: لا، ضروري، في حاجة ختامية ضرورية لازم أطلعكم عليها، فلازم تحضرون، واللي ما راح يحضر رايح أخصم عليه درجات. فاضطررنا أن نحضر عن بكرة أبينا كلنا. فلما حضرنا
وجلسنا واستعدينا ننتظره. دخل علينا ثم سلم وهو في حالة هدوء وسكون، ثم حمد الله وأثنى عليه باللغة العربية على غير العادة. للعادة يعني يسمي بسم الله ثم يبدأ بكل حديثه باللغة الإنجليزية أثناء المحاضرة، لكن تفاجأنا أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا أبنائي، أنا رجل بلغت من العمر 60 عاما، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، ومن بلغ 60 فقد أعذر الله إليه. يا أبنائي، أنا بيني وبين القبر خطوات. أنا درستكم ترم كامل، حرصت وحاولت قدر ما أستطيع أن أعطيكم كل الخبرات اللي أعرفها حتى أفيدكم، فإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. أنا أطلب منكم الآن يا أبنائي أن تسامحوني وأن تحللوني، فأنا لا أضمن أني لا ألقاكم بعد هذا، أني ما ألقاكم بعد هذا، وأنتم الله يحلكم ويبيحكم، وأنا مسامحكم ومسامح كل واحد فيكم، بس أهم شيء أنكم أنتم تسامحوني وتحللوني. وثم بكى يا جماعة، والله بكى ودموعه نزلت. هذا الرجل العظيم، البروفيسور العالم الذي أدبه العلم وجعله أكثر تواضع. الدكتور عبد الوهاب يا جماعة درس في أمريكا، في جامعات أمريكا، ودرس في جامعات بريطانيا، ودرس أيضا في الإمارات، ودرس كبار الشخصيات في معهد إعداد القادة، وأنا علمت أنه درس كثير